مشاهدي الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وفي مالي نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بالعناوين. إصابة 10 مواطنين بفيروس كورونا اليوم. ارتياح لخدمات الهاتف الجوال في هبرو وحلحل. السيطرة على أسراب الجراد في جنوب دنكاليا. الجيش المالي يعلن مقتل 6 من قواته في هجومين. جرحى في اشتباك جديد بين القوات الهندية والصينية عند حدود البلدين. وإنقاذ 11 عامل منجم من مجموعة عالقة تحت الأرض بشرق الصين. السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم 25 من يناير في مراكز العزل وأقسام استقبال المرضى في أقاليم الأوسط وعنسبه الجنوبي أظهرت إصابة 10 مواطنين بفيروس كورونا، وظهرت 8 من الإصابات في أسمرة في الإقليم الأوسط، وواحدة في قسم استقبال المرضى في كرن في إقليم عنسبة، وواحدة في مركز العزل في مندفرة بالإقليم الجنوبي. في غضون ذلك شفي 74 مريضا بعد تلقيهم الرعاية الصحية في مستشفيات الإقليم الأوسط، ووفاة مواطن واحد جراء كورونا يبلغ من العمر 72 عاما في الدخالة. بهذا وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد حتى اليوم 1950 حالة إصابة، شفي منهم 1378 ووفاة 7 مرضى، ولا يزال 566 مريضا يتلقون الرعاية الصحية في المستشفيات. وزارة الصحة 25 من يناير 2021. أعرب سكان مديريتي هبرو وحلحل بإقليم عنسبة عن ارتياحهم لخدمات الهاتف الجوال، وقد بدأت خدمات الهاتف الجوال في 19 من يناير في المناطق التي لم تصلها خطوط الهاتف الجوال نتيجة للأعمال التي بدأت في شهر نوفمبر 2020 لتغطية أوسع للهاتف الجوال، وشملت مهام العمل برج بارتفاع 60 مترا وبناء مبنى وتركيب مولد للطاقة الشمسية بقوة 18 كيلو واط لتصل خدمات الهاتف الجوال والهاتف الثابت اللاسلكي في مديرية هبرو وأجزاء من مديرية حلحل. ونتيجة لهذا العمل ستحصل مناطق هبرو صعدة وهبرو صليم وعريتاي وقارعوبل وفلفلة في مديرية هبرو على خدمات الهاتف الجوال والهاتف الثابت اللاسلكي وخدمات الهاتف الجوال لمناطق ماي أوالد في مديرية حلحل، وكذلك خدمات الهاتف الثابت اللاسلكي لمنطقتي ملابسو وقرصت في مديرية حلحل التي وصلها خط الهاتف الجوال مسبقا. أوضح مكتب شركة إيريتيل بإقليم عنسبة تركيب 22 برج اتصالات وضعا في الاعتبار للتضاريس لتوسيع وتقوية خدمات الاتصالات. تمت السيطرة على أسراب الجراد التي ظهرت في منطقة بيحتا في مديرية جنوب دنكاليا منتقلة من إثيوبيا في 22 من يناير بتعاون المهنيين الزراعيين وأعضاء قوات الدفاع والإدارة والسكان. وقد أبيدت أسراب الجراد التي غطت مساحة 20 هكتارا بأنشطة مكافحة مدعومة ب8 آليات رش للمبيدات. وتجري أنشطة مكافحة مماثلة لإبادة أسراب الجراد التي ظهرت بكميات قليلة في مناطق مابرة وعصبوي وأورع في مديرية وسط دنكاليا. طلب سكان مديرية حقات بتشديد الإجراءات العقابية لمرتكبي اقتلاع الأشجار، جاء ذلك بعد ضبط مكتب مراقبة الثروة الغابية والحيوانية البرية أكثر من 80 جملا يحمل الفحم والحطب خلال 10 أيام. وأوضح المكتب ضبطه الليلة الماضية 25 جملا ويومي 18 والتاسع من يناير 56 جملا محملا بالفحم والحطب بتعاون السكان وأعضاء الجيش الشعبي. وجاءت معظم الجمال من منطقتي علباناي ودكسي بإقليم القاشبركة وكذلك مختلف مناطق مديرية حقات. وأكد مسؤول مكتب الثروة الغابية والحياة البرية في مديرية حقات على أهمية الطلب الشعبي لتشديد الإجراءات العقابية، وسيعملون لوضع حد للأعمال أعمال اقتلاع الأشجار القانونية إلى جانب تأميم المضبوطات.
استشهد في 23 من يناير المناضل الرائد أسفها يوهنس عن عمر بلغ 68 عاما جراء مرض ألم به. التحق المناضل أسفها يوهنس بصفوف قوات التحرير الشعبية في شهر فبراير من عام 1975، وخدم في مختلف وحدات التنظيم حتى الاستقلال، وعمل بعد الاستقلال في هيئة إدارة وزارة الدفاع. المناضل الفقيد الرائد أسفها يوهنس رب أسرة وأب ل5 أبناء، وقد وري جثمانه الثرى عصر اليوم الاثنين بمقبرة الشهداء بأسمرة. وتعرب وزارة الدفاع عن بالغ حزنها لاستشهاد المناضل الرائد أسفها يوهنس، وتقدم تعازيها لأسرته ورفاقه المناضلين وأصدقاء العمل. بعد الفاصل سادتي أعود بالأخبار الخارجية. أفاد الجيش المالي أن 6 جنود ماليين على الأقل قتلوا في وسط مالي في هجومين على موقعين أمنيين في بوركسي وموندورو بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو. وصرحت مصادر طبية أن مروحية أجلت العديد من العسكريين الجرحى إلى سفاري قرب العاصمة الإقليمية مويتي، حيث للجيش معسكر كبير. وقال الجيش في بيان على فيسبوك إن الحصيلة المؤقتة هي 6 قتلى و18 جريحا في صفوف قواته جراء هجوم على موقعين أمنيين، مضيفا أنه رد موقعا نحو 30 قتيلا في صفوف الإرهابيين. وتابع أن الجيش صادر نحو 40 دراجة نارية وكمية كبيرة من المعدات العسكرية خلال هجومين معقدين ومتزامنين. وسبق أن تعرض معسكر بوليكسي وموندورو المجاوران للحدود مع بوركينا فاسو لهجمات. تواجهت القوات الهندية والصينية الأسبوع الماضي عند حدود البلدين المتنازع عليها في جبال همالايا في اشتباك جديد أوقع جرحى من الجانبين بعد 6 أشهر على معارك وقع فيها قتلى، على ما ذكرت مصادر عسكرية ووسائل إعلام هندية. ووقع الاشتباك الأسبوع الماضي عند ممر ناكل جبلي في ولاية سيكيم، كما أوضحت المصادر العسكرية لوكالة فرانس بريس، في حين نقلت وسائل إعلام وطنية عن مسؤولين عسكريين هنود قولهم إن الاشتباك أدى إلى إصابات في صفوف الجيشين. وقالت صحيفة إنديا توداي إن الهند تصدت لمحاولة من قبل جنود صينيين للتسلل عبر الحدود في مقاطعة سيكيم شمالي الهند، مما أدى إلى وقوع اشتباك. وأوضحت الصحيفة أن 4 جنود هنود و20 جنديا صينيا أصيبوا في الاشتباك الذي جرى في منطقة وعرة شديدة البرودة. ويسود هدوء حذر الحدود الهندية الصينية منذ عقود، فيما عقد البلدان جولة 9 من المحادثات العسكرية مؤخرا في محاولة لنزع فتيل التوترات. أنقذ 11 عامل منجم في شرقي الصين كانوا عالقين على عمق مئات الأمتار تحت الأرض منذ أسبوعين، ولا يزال 10 عمال في إعداد المفقودين منذ الانفجار الذي وقع في 10 من يناير في منجم للذهب في تشكيزيا في مقاطعة شاندونغ بالشرق. وأصبح هذا التقدم الملحوظ في عمليات الإنقاذ ممكنا بفضل الفتح المفاجئ لقناة تهوية، وفق ما قالت وكالة أنباء الصين الجديدة نقلا عن مركز قيادة العمليات. وكان العمال عالقين على عمق 580 مترا تحت الأرض، وتوفي أحدهم بفعل الانهيارات الأرضية. وكانت فرق الإنقاذ تنقل لهم مواد غذائية وأدوية وهواتف عبر كيبل حديد، فيما تمكن العمال من إرسال رسائل مكتوبة عبره إلى الفرق الموجودة فوق الأرض. وتعقدت عمليات الإغاثة بسبب طبيعة الصخور الجرانيتية الصلبة. وقدرت فرق الإنقاذ أن إخراج بقية العمال سيتطلب أسبوعين على الأقل رغم مواصلة الحفر. قال مسؤولون في موزمبيق إن رياحا عاتية وأمطارا غزيرة دمرت آلاف المباني وأتلفت محاصيل وشردت نحو 7000 شخص في مطلع الأسبوع، في أول تقرير رسمي مفصل عن الكارثة. واجتاح الإعصار المداري إلويز إقليم سوفال الساحلي في موزمبيق قبل أن تتراجع شدته ويتحرك برا، مسببا هطول المطر على زيمبابوي وإسواتيني وجمهورية جنوب إفريقيا. وقالت السلطات في البداية أن الإعصار ألحق أضرارا طفيفة بمدينة بيرا الساحلية في موزمبيق، لكن من السابق لأوانه تحديد حجم الضرر في باقي المنطقة.
وقال معهد موزمبيق الوطني لإدارة مخاطر الكوارث والحد منها إن التحريات أظهرت أن إلويز أدى إلى إصابة 12 شخصا وتشريد 6859. وتعرضت منطقة بوزي في الإقليم لأضرار كبيرة اجتاحتها رياح تصل سرعتها إلى 150 كيلومترا في الساعة. سادتي انتهت نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.